أهلا وسهلا بيكم في رحلة جديدة مع الأبطال. رحلة مش أي حد يقدر يخوضها. رحلة بتخليك تواجه أكبر سؤال بيدور في عقل أي إنسان من يوم ما اتولد. سؤال بيحرك مشاعرنا، بيخلينا نخاف، وفي نفس الوقت بيخلينا نشتاق نعرف الإجابة. يا ترى الموت هو النهاية الحقيقية، ولا هو مجرد باب لرحلة جديدة؟ هل اللحظة اللي بتنقطع فيها أنفاسك هي اللحظة اللي بتنتهي فيها كل حاجة، ولا بالعكس هي اللحظة اللي فيها بتبدأ تحيا حياة تانية، حياة يمكن أعمق وأجمل من اللي إحنا عايشينها دلوقتي؟ الموضوع ده مش بس علم أو فلسفة، ده موضوع روح وقلب ودموع وذكريات. كلنا فقدنا حد قريب، وكلنا في وقت ما هنكون إحنا الشخص اللي بيتودع. ومهما اختلفت دياناتنا، أفكارنا أو ثقافتنا، اللحظة دي مشتركة بينا كلنا. لكن هل في علم يقدر يشرح اللي بيحصل في اللحظات الأخيرة؟ هل في دليل على إن الموت مش نهاية، وإن الإنسان بيعدي لمرحلة تانية زي ما الطفل بيعدي من بطن أمه للعالم الخارجي؟ النهارده احنا مش هنهرب من الأسئلة دي، بالعكس احنا هنفتح كل الأبواب ونمشي في كل الطرق، وهنبص من كل الزوايا، من منظور العلم ومن منظور الروح ومن منظور تجارب ناس عاشوا اللحظة دي ورجعوا يحكوها. أول لمحة، لحظة الانتقال نفسها. تخيل نفسك في آخر لحظة ليك في الدنيا، والقلب بيبدأ يدق ببطء، النفس بيبقى أعمق وأبطأ، العين بتدور وبتدور وكأنها بتدور على حاجة تعرفها. في إحساس غريب بالسكينة، كأنك أخيرا حطيت حملك من على كتفك بعد رحلة طويلة. الألم اللي كان بيهز جسمك فجأة بيختفي، وبيتحول لإحساس دافئ بيغمر كل خلية فيك. وهنا بيبدأ التحول الكبير. الدماغ في اللحظات الأخيرة بتشتغل بطريقة ما اشتغلتش بيها قبل كده في حياتك كلها. الدراسات بتقول إن الخلايا العصبية بتبعت إشارات قوية جدا، كأنها بتحاول تسجل كل حاجة قبل ما تنطفي. في إفراز عالي جدا لمواد زي الدوبامين والسيرتونين، وده بيخلق شعور بالسعادة والراحة حتى في وسط اللحظة الصعبة. لكن في حاجة العلم لسه مش قادر يفسرها بالكامل. ناس كتير رجعت من الموت السريري بتحكي عن رؤى غريبة، نور أبيض قوي لكن مش بيأذي، إحساس إنك بتتحرك بسرعة في نفق طويل، أو إنك بتشوف وجوه ناس بتحبهم وافتقدتهم، أو أماكن عمرك ما رحتها لكن قلبك بيقولك إنك تعرفها كويس. نخش بقى على السر الأكبر، لحظة الانفصال عن الجسد. في لحظة معينة اللي جربوها بيقولوا إنها واضحة زي الشمس. بتحس إنك فجأة مش محبوس في جسمك، وكأنك طلعت منه وبقيت واقف أو طاير فوقه، شايف كل حاجة من زوايا تانية. شايف نفسك على السرير أو في الحادث أو حتى في غرفة العمليات. شايف اللي حواليك وهم مش شايفينك. في اللحظة دي الصوت بيتغير، بيبقى مكتوم، لكن فيه همهمة هادية، زي موسيقى أو طاقة بتهزك من جوه. بعض الناس بيقولوا إنهم سمعوا نداء أو كلمات طمأنة: تعالى، ما تخافش. العلم بيحاول يفسر ده بنقص الأكسجين أو زيادة الشحنات الكهربائية في المخ. لكن السؤال، إزاي ناس مختلفة في ثقافات مختلفة بيحكوا نفس التفاصيل تقريبا؟ الموت كبوابة مش حائط. في نظرية بتقول إن الموت ما هو إلا ولادة جديدة، بالظبط زي ما الطفل وهو في بطن أمه ما بيعرفش إن العالم اللي بره أكبر وأوسع وأجمل. وإحنا كمان مش عارفين إن بعد الموت في عالم أكبر. الطفل وهو لسه جنين بيكون فاكر إن حياته كلها هي السائل اللي حواليه، ولما بيجي وقت الولادة بيتقلب ويتدفع ويحس بآلام وخوف، لكن بيخرج لعالم فيه نور وصوت وألوان. إحنا كمان ممكن نكون بنمر بنفس التجربة. الألم والخوف في اللحظات الأخيرة يمكن يكونوا مجرد بوابة للانتقال لمكان تاني. التجارب اللي بتهزك من جوه، واحدة من القصص
اللي مش هتنساها لما تسمعها. هي قصة شخص كان في حادث كبير، قلبه وقف لمدة 4 دقائق. بيقول إنه شاف نفسه بيطير فوق المشهد، وشاف كل الناس اللي بتحاول تنقذه، وسمع حتى أفكارهم. بعد كده بيحكي إنه شاف مكان مليان نور ودفء، وشاف أبوه اللي كان ميت من سنين. والأغرب إن أبوه قال له لسه بدري ارجع. والشخص ده رجع وحياته اتغيرت بالكامل. بعد التجربة دي بطل يخاف من الموت، وبدأ يعيش كل يوم وكأنه هدية. الموت في نظر الثقافات، لو بصينا على التاريخ هنلاقي إن كل الحضارات تقريبا كان عندها فكرة إن في حياة بعد الموت. المصريين القدماء كانوا بيبنوا مقابرهم وكأنها قصور، بيحطوا فيها أكل وكنوز للموتى عشان يستخدموها في رحلتهم القادمة. في الثقافات الشرقية في مفهوم إعادة الميلاد، وإن الروح بترجع تولد في جسد جديد لتكمل رحلتها. حتى في الأديان الإبراهيمية في وعد بحياة أبدية وجنة ونار. يعني الموت ما هواش نهاية، لكنه انتقال لمكان تاني. سواء كنت مؤمن إن الموت هو بداية جديدة أو شايفه مجرد توقف نهائي، المهم إن اللحظة دي بتعلمنا حاجة: إن الحياة قصيرة، وإن كل يوم بنعيشه هو فرصة. يمكن سر الموت مش عشان يخوفنا، يمكن عشان يعلمنا إزاي نعيش. الغوص أعمق في أسرار ما بعد اللحظة الأخيرة. إحنا وقفنا عند فكرة إن الموت ممكن يكون بوابة لعالم جديد، لكن السؤال اللي بيشغل أي حد بيسمع الكلام ده: إيه اللي بيحصل بعد ما تعدي البوابة؟ هنا هنغوص في الحكايات والتفسيرات العلمية والرؤى اللي ناس رجعت تحكيها بعد ما لمسوا الخط الفاصل بين الحياة والموت. أول لحظات بعد الانفصال عن الجسد. في شهادات كتير بتقول إن أول إحساس بيجيلك بعد ما تسيب جسدك هو خفة غير طبيعية، كأنك كنت شايل جبل من على كتفك واتشال فجأة. والإحساس ده مش بس جسدي، ده إحساس روحي، كأنك تحررت من قيود ما كنتش حتى واخد بالك إنها كانت ماسكة فيك طول حياتك. العجيب إن كتير منهم بيقولوا إنهم فقدوا الإحساس بالوقت، ثانية أو ساعة أو حتى يوم كامل. كل ده بيبقى شبه بعض. وفي اللي بيقول إنه بيشوف نفسه محاط بضوء ذهبي دافئ، بيحسسك بالأمان وكأنك راجع بيتك بعد غياب طويل. في ناس بتوصف الإحساس ده بإنه أجمل من أي حب أو حضن في الدنيا. اللقاء مع الوجوه المألوفة. هنا بقى بيجي الجزء اللي بيخلي أي قلب يدق بسرعة. ناس كتير بتحكي إنها شافت أحبابها اللي رحلوا قبلها، مش كأشباح أو ذكريات، لكن كائنات حية بملامحها وروحها وضحكتها. الغريب إن اللقاء ده مش بيكون دايما مع أشخاص أنت فاكرهم. أحيانا بتقابل أرواح تقولك إنها كانت تعرفك في حياة سابقة، أو إنها كانت حارسك طوال حياتك. حوار الروح. في بعض التجارب بيكون في نوع من المراجعة لحياتك، مش مراجعة زي فيلم، حياتك بيمر قدامك، لكن إحساس إنك بتشوف كل موقف عشته من منظور أعمق. بتحس بإحساس الناس اللي كنت معاهم، بتشوف الآلام اللي سبتها أو الفرح اللي نشرته. التجربة دي بتكون صدمة، لأنها مش بس بتوريك إيه اللي عملته، لكنها بتخليك تحس بيه زي ما حسوا الآخرون. الاختبار الأصعب. بعض الأرواح بتحكي إنها في اللحظة دي بيكون عندها اختيار: تكمل الرحلة للأمام أو ترجع للعالم اللي سابته. لكن القرار مش دايما في إيدك. أحيانا بيجيلك إحساس أو رسالة قوية بتقولك لسه وقتك مجاش. اللي بيرجعوا بعد التجربة دي بيرجعوا مختلفين تماما، وبيبقى عندهم إحساس قوي برسالتهم في الحياة. وأحيانا بيكتشفوا مواهب أو إحساس روحي ما كانش موجود قبل كده. تفسيرات العلم. العلماء بيحاولوا يفسروا الظواهر دي بطرق مختلفة. نقص الأكسجين في المخ بيخلق هلاوس بصرية وسمعية،
المواد الكيميائية اللي بيطلقها المخ بتعمل إحساس بالسعادة والسلام. ذكريات الطفولة والأشخاص اللي بتحبهم بتظهر لأن المخ بيبحث عن الراحة في لحظاته الأخيرة. لكن حتى مع التفسيرات دي، في حاجات غريبة مش بتدخل في المعادلة بسهولة. إزاي ناس بتحكي عن أحداث حصلت في الغرفة وهم فاقدين الوعي وتكون التفاصيل صح 100%؟ إزاي أطفال صغيرين مروا بالموت السريري وبيحكوا عن أماكن أو أشخاص ما يعرفوش عنهم أي حاجة؟ البعد الروحي والطاقي. في علوم الطاقة بيقولوا إن لحظة الموت هي اللحظة اللي الروح فيها بتتحرر بالكامل من الجسد المادي وبتبدأ رحلتها في أبعاد أعلى. بيقولوا إن في ممرات للطاقة أو مجالات بتسحب الروح حسب طاقتها وحالتها، وإن كل روح بتروح للمكان اللي بيناسبها، بس مش عشوائي زي ما بنفتكر. الوجه الآخر للموت. في تجارب قليلة لكنها مرعبة. ناس بتحكي عن أماكن مظلمة أو إحساس بالضياع كأنهم في فراغ بلا نهاية. التجارب دي غالبا بتيجي من أشخاص كانوا في حالة خوف أو ألم شديد قبل موتهم، أو عندهم إحساس بالذنب. الرسالة اللي بنفهمها من ده إن الحالة اللي بتموت بيها، سواء كانت هدوء وسلام أو خوف وكره، ممكن تأثر على الرحلة اللي بعد كده. اللغز اللي مش بينتهي. في النهاية، سواء فسرنا الموت علميا أو روحيا أو حتى فلسفيا، بيبقى فيه جزء غامض مش هيتفك. يمكن ده السبب اللي بيخلي السؤال عن الموت والحياة بعده يفضل شاغل البشر من أول التاريخ لحد النهاردة. بين العوالم، لحظة العبور الكبرى. من اللحظة اللي الروح بتتحرر فيها من الجسد بيبدأ فصل جديد كليا، فصل ما فيهوش قوانين الوقت والمكان اللي احنا متعودين عليه، فصل كل ثانية فيه ممكن تكون أبدية، وكل مسافة ممكن تتلاشى في لحظة. بوابة النور. كتير من الشهادات بتحكي عن ممر من النور، طويل أو قصير، لكن دايما في إحساس إنك بتنجذب ليه بشكل لا يقاوم. الإحساس ده مش بس بصري، لكنه شعور داخلي بيشدك. النور ده مش ضوء عادي، هو وعي، إحساس، وكيان في حد ذاته، بيحتويك كأنك جزء منه من زمان. ناس بتقول إنهم أول ما لمسوا النور حسوا إنهم فاكرين حاجة كانوا ناسيينها، زي لما تفتكر حلم قديم أو وجه حبيب كنت فاكره راح من ذاكرتك. اللقاء مع الذات العليا. في لحظة معينة، بعض الأرواح بتحكي إنها وقفت قدام نسخة منها، لكنها أكبر، أنقى، وأكثر وعيًا. بيقولوا إنها الذات العُليا، النسخة الحقيقية اللي ما كانتش محبوسة في قيود الجسد والمخاوف البشرية. المقابلة دي بتكون صادمة، لإنك فجأة بتشوف نفسك من منظور كامل. كل القرارات اللي أخدتها، كل لحظة كنت فيها ضعيف أو قوي، بتبان قدامك بوضوح. مفيش مجال للكذب أو التبرير. الاختبار الأخير. في بعض المعتقدات، اللحظة دي بيكون فيها نوع من الاختبار، مش اختبار بالمعنى المدرسي، لكن اختبار للوعي. هل أنت مستعد تكمل الرحلة وتسيب كل حاجة وراك، ولا لسه متعلق بعالمك القديم؟ هنا بيبان الفرق. في أرواح بتمشي للأمام من غير ما تبص وراها، وفي أرواح بتفضل معلقة في النص، لا هي عايشة ولا هي رحلت. العوالم الموازية. من الحاجات المثيرة إن بعض الناس اللي مروا بتجربة الاقتراب من الموت بيحكوا عن عوالم كاملة، مدن أو طبيعة أو أماكن مش موجودة على الأرض، ألوان ما شفناهاش، أصوات موسيقية كأنها بتيجي من قلب الكون. العلم بيقول إنها هلوسات، لكن في شهادات متطابقة من أشخاص عمرهم ما اتقابلوا. وده بيخلي الفكرة إن في عوالم موازية أو أبعاد تانية مش مستحيلة. الإحساس باللا نهاية. كل اللي رجعوا من التجربة دي تقريبا
بيحكوا عن إحساس الاتساع، إحساس إنك بقيت جزء من حاجة أكبر من أي حاجة تعرفها. الإحساس ده بيغير الإنسان للأبد، بيخليه يشوف الدنيا بشكل مختلف، مشاكل الحياة بتصغر والقيم بتتبدل. الأسرار اللي بتتسرب، اللي بيشد الانتباه إن بعض الأشخاص بعد ما يرجعوا بيكون عندهم معرفة بأشياء ما كانوش يعرفوها قبل كده، لغات، معلومات علمية، أو حتى تفاصيل عن حياة ناس تانية. في علماء بيحاولوا يفسروا ده بإن المخ بيسترجع بيانات من اللاوعي، لكن ده مش بيشرح إزاي المعلومات دي بتكون دقيقة بشكل غريب. الخوف اللي بيختفي، الغريب في الموضوع إن معظم اللي مروا بالتجربة دي بيرجعوا بدون أي خوف من الموت، بيبقوا شايفينه مش نهاية لكن انتقال، خطوة جديدة في رحلة طويلة، خطوة بيستنوها لكن من غير استعجال، وكأنهم متأكدين إن اللحظة دي هتيجي في وقتها الصح. حقيقة قد تغير حياتك. لو في رسالة ممكن نطلع بيها من كل القصص والرؤى دي، فهي إن الموت مش بالضرورة عدو أو عقاب، لكنه باب لازم كلنا هنعدي منه. بس الفرق في إحنا مستعدين له إزاي، وبنعيش حياتنا إزاي قبل ما نوصل له. الموت كإعادة تدوير للحياة، الفلسفات الشرقية زي البوذية والهندوسية بتشوف الموت مش خط نهاية، لكن نقطة إعادة تدوير للطاقة والوعي. بيقولوا إن كل إنسان بيمر بدورات حياة متكررة، كل واحدة فيها دروس معينة، ولما بتخلص الروح بتنتقل لمرحلة أو جسد جديد حسب مستوى الوعي اللي وصلت له. فكرة إعادة الميلاد دي مش بس رمزية، لكن في معتقداتهم هي آلية كونية لضمان تطور الروح وتحقيق الكمال. العلم ونظرية الطاقة، العلم الحديث بيأكد أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، لكنها بتتحول من شكل لآخر. الجسد البشري مليان بالطاقة الكهربائية والحرارية والكيميائية والروح. والروح لو اعتبرناها شكل من أشكال الطاقة ممكن تخضع لنفس القاعدة. السؤال هنا، الطاقة دي بتروح فين بعد ما القلب يقف؟ هل بتتشتت في الكون ولا بتنتقل لحيز أو بعد تاني؟ الوعي كمفهوم كوني، في علماء أعصاب بيقولوا إن الوعي مش بس نتيجة تفاعلات كيميائية في المخ، لكن هو جزء من نسيج الكون نفسه. وده معناه إننا مش بنخلق الوعي من الصفر، لكن بنوصل ليه، ولما بنموت الاتصال ده بيتحول لشكل أوسع وأعمق، زي قطرة ماء رجعت للمحيط. شهادات العودة، في آلاف الحالات الموثقة لأشخاص مروا بتجارب الاقتراب من الموت ورجعوا يحكوا عن تفاصيل متشابهة: ممرات من نور، إحساس بالسلام، مقابلات مع كيانات أو أشخاص فقدوهم، ورؤية مشاهد من حياتهم. التشابه الغريب بين التجارب دي بيخلي العلماء في حيرة: هل المخ بيخلق نفس السيناريو عند كل البشر، ولا فعلا في رحلة حقيقية بتحصل بعد الموت؟ العوالم المتعددة ونظرية الأوتار، في الفيزياء النظرية في فرضية اسمها العوالم المتعددة، وبتقول إن في نسخ لا نهائية من الكون، وكل نسخة فيها احتمالات مختلفة. لو ده حقيقي، ممكن الموت يكون ببساطة انتقال لنسخة تانية من الواقع، نسخة انت فيها عايش لكن بظروف مختلفة تماما، وكأنك دخلت حياة جديدة من غير ما تدرك. الروح والذاكرة، الغريب إن في أطفال بيتولدوا وعندهم ذكريات مش حياتهم الحالية، وبيحكوا تفاصيل دقيقة عن أماكن أو أشخاص ماتوا قبل ما يتولدوا بسنين. بعض الحالات دي اتوثقت علميا وأثبتت إنها مش مجرد خيال طفل، وده بيخلي فكرة انتقال الروح أو استمرار الوعي بعد الموت مش مجرد أسطورة. الفرق بين البداية الجديدة والهروب،
هنا لازم نسأل، لو الموت بداية جديدة، هل هو فرصة للتطور ولا هروب من دروس الحياة اللي لسه ما تعلمناهاش؟ الفلسفات الروحية بتقول إنك هتفضل ترجع تعيش تجارب مشابهة لحد ما تتقن الدرس، وكأن الكون ما بيسيبش حد يعدي من غير ما يكمل امتحانه. مزيج من العلم والروحانية. اللي بيبان أكتر إن الموضوع محتاج توازن بين العلم اللي بيحاول يفسر والروحانية اللي بتقبل الغموض. يمكن الموت فعلا ولادة جديدة، لكن حتى لو ما كانش، الفكرة نفسها ممكن تغير الطريقة اللي بنعيش بيها حياتنا. لو صدقنا إن النهاية مش نهاية، هنتعامل مع الدنيا بروح أخف وحب أكبر وخوف أقل. الرحلة الأخيرة أو أول طريق جديد. تخيل نفسك واقف على حافة عالمين، قلبك بيدق ببطء، أنفاسك بتتقل، وكل إحساسك بالدنيا حواليك بيبدأ يبهت. فجأة الصوت بيتلاشى، مش أصوات بشر ولا أجهزة ولا حتى همسات، بس سكون عميق، سكون له وزنه، كأنه بيحضنك. الباب الأول، النور. تبدأ تشوف ضوء، مش أي ضوء، مش مؤذي للعين، لكنه دافئ، بيسحبك ناحيته وكأنك تعرفه من سنين. الضوء ده مش جاي من مصدر واحد، هو حواليك، جواك، بيغمر كل ذرة فيك. في اللحظة دي كل الألم، كل الخوف، كل الحزن بيختفي. من بعيد تلمح وجوه، بعضها مألوف، يمكن حد فقدته من زمان أو شخص عمرك ما شفته، لكن قلبك بيقولك إنك تعرفه. بيبتسموا، مش ابتسامة عادية، لكن ابتسامة بتحسسك بالأمان المطلق، في إحساس إنك وصلت، إنك رجعت البيت. شريط الحياة. زي فيلم بيشتغل فجأة، بتشوف حياتك كلها قدامك، لحظات السعادة، الألم، القرارات الصح أو الغلط، الكلمات اللي قلتها، اللي سكت عنها، مش عشان تحاسب نفسك، لكن كأنك بتتعلم من كل لحظة من جديد، وبتفهم ليه حصلت بالشكل ده. الباب التاني، الاختيار. هنا بيظهر مفترق طرق، طريق بيخليك تكمل الرحلة للنهاية، وطريق يرجعك تاني للعالم اللي جيت منه. بعض الناس بيختاروا يرجعوا عشان لسه في حد محتاجهم أو رسالة ما اكتملتش، والبعض بيكمل مستسلم للسلام اللي قدامه. التحول. لو كملت بتحس إنك بتتحول لطاقة نقية، مفيش وزن، مفيش قيود جسد أو زمان. إحساسك بالذات بيذوب، وبتبقى جزء من كل حاجة، من النجوم، من البحر، من كل ورقة شجر. أنت مش أنت بس، أنت الحياة نفسها. البداية الجديدة. يمكن بعدها تلاقي نفسك في مكان جديد، مش لازم يكون على شكل الأرض اللي عرفتها. يمكن تتولد في جسد تاني، زمن تاني، أو حتى كائن تاني. أو يمكن تفضل كطاقة حرة، تختار متى وأين تدخل تجربة جديدة. سواء كنت مؤمن إن دي أوهام عقل بيموت، أو مؤمن إنها رحلة روح حقيقية، الرسالة اللي بتطلع بيها من القصة دي واحدة: لو الموت بداية جديدة، يبقى الحياة فرصة تمهيدية. كل لحظة إحنا عايشينها دلوقتي هي تدريب على الرحلة دي، وكل حب وعطاء وصدق بنقدمه بيرسم لنا ملامح الطريق اللي بعده. سلام.